السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل فاميلي عمود هيبقى تبرد. هيبقى من فوق شكل ومن تحت شكل. هيبقى من فوق قطاع ومن تحت قطاع. هروح على فاميليز وبعدين نيو فاميلي، وبعدين هروح على انجلش واجيب متريك ستراكشر كولوم واقول له اوبن. انا لو فتحت ال 3D بتاع العمود ده هلاقيه عمود ريكتانجلر عادي. فأنا عاوز أعمل عمود يبقى من فوق قطاع ومن تحت قطاع، فأنا هعمل الموضوع ده ب... بسويبت بلند. فهروح على سويبت بلند، بعدين هقول له سكتش باص، وبعد كده أعمل سيت ورك بلين وأقول له خليها سنتر ليفت رايت. هيقول لي اختار فيو ترسم فيه، فأروح على الليفت مثلا أقول له فيو، وبعد كده أرسم الباص بتاعي. تمام. بعد كده أقفله وأقفله من فوق، أعمل له ألاين، أقول له ماشي فينيش. بعد كده هروح أشوفه في اللور، ألاقيه تمام الباص في النص. بعد كده هعمل سيلكت بروفايل عشان أرسم القطاع اللي تحت والقطاع اللي فوق. فهروح على سيلكت بروفايل واحد اللي هو هيبقى البروفايل التحتاني، وأقول له إيديت بروفايل وأرسمه يبقى صغير شوية. أعمله ريكتانجلر وأعمل أوفست -100. أقول له فينيش. بعد كده أعمل سيلكت بروفايل اتنين، أقول له إيديت بروفايل، أقول له فينيش. أروح أشوفه في 3D، هلاقيه مرسوم زي ما أنا عاوز، جنب ثابت وجنب هو اللي بتغير اللي فوق اللي هو هيبقى تبر. تمام. همسح الريفرنس لاينز دي، وبعد كده أعمل create similar منها CS، وأعمل أعمل 3 كده، واحد بتاع الطول الكبير وأعمل 2 بالعرض. تمام. وأديلهم dimension، خلي ده equal، خلي ده equal، وخلي ده أعمل له dimension وده dimension. ده يبقى البوتوم وده يبقى التوب.
تمام. آه بعد كده أدي كل واحد فيهم ليبل. خلي ده ليبل، أسميه خليه البوتوم. التوب. تمام، وهيبقى تايب فاميلي بارامتر. خلي ده اديله ليبل البوتوم. وده التوب. تمام، فاضل ان انا بقى اخلي الجيومتري يلقط البارامتر ده، فعمل edit للبروفايل. edit swept blend. بعد كده select بروفايل واحد، edit بروفايل، واخليه aligned مع reference line، واقفل ال F. نقول له finish. select بروفايل اتنين، edit بروفايل. اوكي، والضلع الكبير مع reference line ده، واقفل ال F. واقول له finish. بعدين finish كمان. واقول له load into project. لان انا بقى لو عملت edit طيب وخليت ال bottom and top، خليتها مثلا 900، فلاقيها كبرت. ولو عملت ال bottom خليتها 500، فلاقيها bottom ال bottom كبرت. لو عملتها ال top خليتها 700، فلاقيها كبرت معايا. بس كده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.